اخوان السلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو الجديد في قناه سفيان المشكور. بما انه رمضان وبما انه كاين امسيات وبما انكم كتبغيو شويه تقصروا، رجعوا لداكشي اللي كنا كنديروا قديم في القناه، سواء في الانستغرام سواء هنا في اليوتيوب. وعلى ذاك الانستغرام دخلوا تابوناو في الانستغرام، ها هو الانستغرام، قضيه القصص الاجراميه او القصص ديال القتله المتسلسلين. واليوم نهضروا على واحد القاتل متسلسل اللي معروف في امريكا ومعروف في العالم كامل، اللي هو تيد باندي. الا كنتي كتعرفوا مزيان، ما كنتيش كتعرفوا، هذه هي الفرصه. Biographers say he was bright and charismatic. His good looks and charm helped him gain acceptance into political circles. هاد تيد باندي تزاد سنة 1946، كان عايش الحياة ديالو الطفولة عادي كأيها الناس كأيها الأطفال، ولكن الطفولة ديالو كان فيه واحد السر. أما هو هاد السر؟ الناس اللي كان كيعتبرهم الأبوين ديالو، الأم والأب ديالو، هما في الأصل الجدة والجد ديالو. والسيدة اللي كان كيعتبر أن الأخت ديالو الكبرى هي في الأصل هي الأم ديالو الحقيقية. هذيك مو الحقيقية جابته بطريقة غير شرعية ودارت القصة كاملة باش تخبي على العالم وعلى النظرة ديال المجتمع. تيد باندي في الصغر كان واحد الطفل حشومي بزاف، و ميمطو كان ذكي بزاف. هاد الذكاء ديالو هو اللي خلاه بوحدو يعرف هاد القصه او هادشي اللي قلت لكم ديال الام ديالو الحقيقيه، نظرا للعامل الفرق ديال السن بينه وبين الاب والام ديالو اللي كيقولوا له هادو والديك، ونظرا للطريقه اللي كتعامل معاه بها الاخت ديالو الكبيره، بحيث انه كيقول في المقابلات اللي داروا معاه من بعد ان الجده ديالو ما كانتش كتعامل معاه مزيان، ماشي ما كتعاملش معاه مزيان ولكن كتعامل معاه عادي، ولكن الاخت اللي كيقولوا له هذيك راه اختك الكبيره كانت كتعامل معاه بزاف وكتعطيه الحنان بزاف، واي حاجه خصو كتجيبها له وكتهلا فيه. لذلك دخلوا الشك وبدا يقلب حتى عرف الحقيقه. في الدراسه ديالو كان مجتهد، قرا ابتدائي، قرا الاعدادي، قرا الثانوي، ودخل الجامعه في واشنطن. جامعه قبض فيها في الاجازه بواحد الميزه اللي هي مزيانه مشرفه في علم النفس. من بعد ما سلم من الكليه خدم في لجنه او فرقه لمكافحه الجريمه. تما في امريكا عندهم البوليس وعندهم واحد الفرق اللي كيعاونوا البوليس، هو خدم في وحده من هذه الفرق ديال مكافحه الجريمه. هنا خلاه يكتسب ويعرف بزاف ديال الامور على مسرح الجريمه، البوليس علاش كيركزوا، البوليس علاش كيقلبوا باش يوصلوا للقاتل. هادشي اللي عطاه وخلاه يعطيه واحد القوه باش داك الجرائم اللي يديرهم من بعد يخفيهم ويتستر عليهم. سنه 1947 هاد تيد باندي شاف واحد البنت سميتها كارن. هاد كارن عجباتو. شنو قال له الراس ديالو؟ بما انها عجباتو قال له الراس ديالو انه يدخل عندها حتى للبيت حتى لدارهم ويتهجم عليها ويضربها ويغتصبها ويمشي في حالاته. ودار هذا الشيء كامل ولكن كان لابس القناع. هذا الشيء اللي خلى داك كارن ما تعرفش عليه وما تعرفوش. من بعد باسابيع ولات الفكره جاتو في راسو مع واحد البنت وحده اخرى سميتها هيلي، حتى هي عجباتو وبغى يدير نفس القضيه، دخل عندها للدار، دخل عندها حتى للبيت وتكرفس عليها وضربها. ولكن جاتو فكره اخرى، ما يساليش حد لهنا. من بعد قاد البيت ديالها بحال ما وقع فيه حتى شي حاجه، رد البيت مرتب ومنظم كما كان، وهز هاد البنت هيلي على كتافو وخرجها معاه. لحد الان ما معروفاش هاد هيلي فين راها ولا شنو دار بها. اسبوع على اسبوع الطالبات ديال الجامعه كيختفيو، كل اسبوع كتختفي وحده، كل اسبوع كتختفي وحده. البوليس دخلوا في حيره من الامر ديالو وبداو كيقلبوا ما عارفوش شنو يديروا. هنا تطلق عليه واحد الاسم ديال مجرم الحرم الجامعي، بما انه كيختطف غير البنات ديال الكليه والبنات ديال الجامعه اللي ساكنين في ذاك الحرم، سماوه مجرم الحرم الجامعي. وما بقاش كيدخل على الطالبات للدار، ولكن دار طريقه اخرى باش كيختطفهم. كيجيب الطوموبيل ديالو كيدير على اساس انه مهرس، سواء من رجلو سواء من يدو، وكيطلب منهم المساعده، سواء يهزوا له شي كتاب، سواء يهزوا له شي حاجه، سواء غير يقبطوا له في يدو ويوصلوه للطوموبيل ديالو. فاش كيوصلوا للطوموبيل ديالو كيتهجم عليهم وكيحشيهم في الطوموبيل وكيزيد. شهر جوج 1974 تيد باندي تلاقى مع واحد جوج بنات، دار عليهم نفس السيناريو، راني مهرس عاونوني وصلوني للطوموبيل. جوج بنات هما دخلهم الشك في ظل هاد الجرائم اللي واقعه والروينه والبنات كيتختطفوا الى اخره. دخلهم الشك، ما بغاوش يساعدوه، واكثر من هذا مشاو عند البوليس من بعد وقدموا الافاده ديالهم. شنو وقع لنا وشنو وقع لنا وشنو وقع لنا وحنا شكينا فيه، حنا قلناها لكم. المواصفات اللي عطاو البنات للبوليس هو انه واحد السيد طويل وزعر وزويون وعنده طوموبيل فولكس فاجن في الابيض. فاش البوليس قلبوا على الطوموبيل فولكس فاجن في الابيض اللي كاينه في ذاك البلاصه لقاو اكثر من 100 طوموبيل. لذلك صعيبه القضيه وما يمكنش هما يرتكزوا فقط على هذا الدليل. 12 شهر 3 1974 واحد طالبه سميتها دونا اختفت. 17 4 74 طالبه سميتها سوزان اختفت. 6 شهر 5 1477 طالبه اخرى اختفت.
1 شهر 6 1974 طالبه سميتها براندا حتى هي اختفت. 11 6 1975 طالبه سميتها جورجيا حتى هي اختفت. في هذا الوقت البوليس خدامين باش يوصلوا لهذا القاتل، وميم طو داروا كما قلت لكم قبيله واحد الفرق اللي كيعاونوهم. من ضمن هذه الفرق كانت واحد الفرقه سميتها الطوارئ للتحقيق في حاله الاختفاء ديال هاد البنات. تصوروا معايا شكون السيد اللي كان خدام في هذه اللجنه اولا في هذه الفرقه ديال الطوارئ. تيد باندي كان خدام فيه وكيقلب على داك البنات اللي مختفين وهو نيت اللي مخاطفهم. وفي هذه الفرقه نيت تعرف ودار واحد العلاقه مع واحد البنت سميتها كارون، وهاد كارون كانت هي الثانيه في الحياه ديالو في ذاك الوقيته، كان مصاحب معاها وميم طون واحد البنت واحده اخرى سميتها اليزابيث. 14 7 1975 مشى لجهه البحر وخطف جوج بنات بنفس الطريقه، طبيعه الحال وحده بوحدها طلب منهم انه يعاونوه من البحر يوصلوا له شي حوايج حتى للطوموبيل. كما قلت لكم كيوصلوا للطوموبيل كيتهجم عليهم كيخطفهم، خطف الاولى ورجع خطف الثانيه، ومن بعد في الحوارات ديالو اعترف انه خلى وحده تفرج على داكشي اللي كيدير الاخرى والعاده بيدوز على الاخرى قبل ما يقتلها، يعني وحده تفرجات في الاخرى. في هذه الوقيته بالضبط البوليس قرروا يديروا اعلانات في الشوارع، داك الاعلانات اللي كيبداو يلصقون في الحيوطه وداكشي داروهم في الشوارع في الجرائد في كاع الصحف في كاع البلايص في كاع الاذاعات في كاع التلفازات. راه حنا كنقلبوا على واحد القاتل هالمواصفات ديالو ما عندوش مواصفات بزاف، عندهم 3. قاتل عنده طوموبيل فولكسفاجن في الابيض، قاتل راه طويل وزعر وزوين، وقاتل راه هو مهرس من يدو اولا من رجلو اولا كيقول انه مهرس. وراكم عارفين من بعد الاعلانات كيبداو يجيو اتصالات بزاف، راه حنا عرفنا وحده من هاد الاتصالات كانت ديال اليزابيث اللي قلت لكم الحبيبه ديال تيد باندي. صورت على البوليس قالت لهم راني عرفت هاد السيد اللي كتقلبوا عليه وراه هو السيد اللي انا معاه وسميتو تيد باندي وعنده طوموبيل فولكسفاجن في البيض وراه هو زعر وطويل ونفس المواصفات. ولكن تصوروا البوليس شنو قالوا لا تيد باندي البوليس كيعرفوه، تيد باندي ما يمكنش يكون هو القاتل. علاش؟ واعي مخرج من الجامعه وداير علم النفس، وداك الساعه كان كيقرا وكيدير دروس اضافيه في القانون، وكذلك داخل في داك الفرقه ديال الطوارئ اللي قلنا لكم ديال البنات اللي كيتخطفوا، وكذلك كان في الفرقه ديال مكافحه الجرائم. ما يمكنش تيد باندي يكون كيدير هادشي، لذلك ما داوهاش فيها. في هذه اللحظه فاش شاف الصفات ديالو انه ولاو منتشرين وخصوصا الطوموبيل، لحقاش عنده طوموبيل ما يمكنلوش يبدلها، بدل الولايه كامله، خلى الولايه اللي كان فيها مشى لولايه واحده اخرى في امريكا وبدا عاوتاني الجرائم ديال القتل ديالو بطريقه اخرى. ما بقاش كيقول للناس راني مهرس عاونوني، ولا كيدعي انه ضابط شرطه انه بوليسي، وكيخلق واحد القصه من نسيج الخيال. بحال وحده مشى عندها شافها في واحد الباركينغ ديال الطوموبيلات كتركب في طوموبيلتها، مشى قال لها راني شفت واحد الشفار كيخربق لك في الطوموبيل وكيحل البيبان ديال الطوموبيل، لذلك خصك تمشي معايا للمخفر ديال الشرطه باش تعطي الاقوال ديالك. هي قالت له لا راه ما دالي والو ما مشى لي والو ما عندي لاش. قال لها لا وبزز عليها انها تمشي، وبالفعل كيركبهم في الطوموبيل ديالو وكيديهم. هاد السيده بالضبط اللي عاودت لكم القصه ديال هاد الباركينغ ركبات معاه في الطوموبيل وما تاقتش فيه، قالت له عطيني نشوف الهويه ديالك ديال البوليس، ما عطاهاش الهويه. وفي هذه اللحظه وقف الطوموبيل وقال لها نزلي نهضر معاك. نزلات ونزل عندها تقرب عندها. شوفوا السيده شنو كتقول. Very quietly, do you know what? I'm going to kill you. في هذه اللحظه فاش قال لها انا نقتلك قدرت تهرب وقدرت تركب في طوموبيل اخرى ديال واحد السيد ووصلها حتى عند البوليس وعطات الافاده ديالها وعطات الاقوال ديالها وقالت لهم القصه كامله شنو وقعت لها وقالت لهم الصفات ديالو، ولكن ما عرفت سميتو، ما قال لها السميت. من بعد اسابيع قليله على هذه الحادثه ديال كارول البوليس قدروا يقبطوه، ولكن ما قبطوش على الافاده ديال كارول ولا على هذه الجرائم ديال كارول، كان قبطوه على حساب اليزابيث ولات صونات على الشرطه ديال داك الولايه فين مشى، وعاودت لهم القصه ازيرو. قالت لهم راه السيد اللي انا معاه كان في هذه الولايه وكانوا كيوقعوا الجرائم ديال القتل، وانا راني قدمت الافاده ولكن ما داواش فيا، واكتشفت انهم بعد ما سافر من هذه الولايه ما بقاوش الجرائم ديال القتل كيوقعوا، وفاش جا الولايه ديالكم ولاو الجرائم عندكم، لذلك راني انا مشتبه به. مشاو البوليس قبطوه وقلبوا الدار ديالو ولقاو بزاف ديال الدلائل وبزاف ديال الامور اللي ماشي عاديه ولكن ما كانتش كافيه. ولكن شنو الحاجه اللي خلاتهم يتيقنوا منه ويقبطوه؟ هو كارول. عيطوا لكارول وداروا لها واحد الصف ديال الناس، وما بين داك الناس كاين تيد باندي، وقالوا لها ورينا شكون هو هذا اللي حاول يخطفك، وبدات كتشوف وقال لهم هذاك تيد باندي. لذلك قبطوه بدا كيدوز في المحاكمات وهو ناكر كلش، كيقول لهم انا ما داير والو. وفي المحاكمات طلب انه يمثل راسو، يعني كل محامي ديال راسو، وطلب انه في كل محاكمه يعطيوه اذن باش يدخل المكتبه ديال المحكمه ويقلب على كتبه ويقلب على راسو ويقرا على راسو. عطاوه الاذن وبدا كيدخل المكتبه. واحد النهار في المكتبه دخل هو يلقى طريقه باش يهرب، لقى واحد الشرجم حل الشرجم ونقز
وهرب. open and the fresh air is blowing through and the sky was blue and I said I'm ready to go and I walked to the window and jumped out. ولكن بعد 8 ايام ولاو رجعوه للحبس ولاو قبطوه ورجعوه للحبس. فاش رجعوه للحبس حطوه في السجن الانفرادي، يعني في واحد البيت بوحدو. داك البيت كانت فيه واحد الفتحه ديال التهويه، ملي كيدخل الهواء هذيك الفتحه ضيقه بزاف، ما يمكنش تصور ان شي واحد يهرب منها، ولكن تيد باندي هرب منها. قدر انه يطيح 16 كيلو من الوزن ديالو، وقدر انه يجيب كتوبه، يدير كتاب فوق كتاب فوق كتاب ويوصل لذاك الفتحه، ودخل داك الفتحه وخرج في واحد البيرو ديال واحد الغارديان ولبس اللبسه ديالو وخرج كأن شيئا لم يحدث، وقدر يهرب من الحبس. وفاش هرب سافر عاوتاني كاع من داك الولايه ومشى لولايه واحده اخرى في امريكا. وبما انه مشى لولايه واحده اخرى راكم تعرفوا داك الولايه اللي مشى لها شنو يولي فيها، يولي الجرائم ديال القتل بكثره. داكشي اللي بدا كيدير، بدا كيقتل، وبدا بواحد السيده سميتها شيريل هي باش قتلها النوب الاول. ولكن هاد النوبه في هاد الولايه ما بقاش كيدير الجرائم كما كيدير شحال هادي، ما بقاش كيخترع واحد القصه اولا واحد الطريقه ويقتلهم ويخطفهم ويرميهم في بلاصه واحده اخرى، ولا كيدير داكشي الفور يا الشيفور، حقاش ما بقى له ما يخسر. كلشي عرفوا، البوليس كيقلبوا عليه، ما بقى له ما يخسر، ولا كيدخل عند البنات حتى للديور ويضربهم في الديور ويغتصبهم في الديور ويقتلهم في الديور. كما كنقولوا ماشي كل مره تسلم الجره. واحد النوبه هما يجي قد مع البوليس ويقبطوه، وهاد النوبه ما ولاش هرب وحكموا عليه وداز المحاكمه ديالو في التلفازه وفي الاذاعه ديال امريكا. وكانت اول محاكمه كدوز في التلفازه، محاكمه اللي كانوا فيها بزاف ديال الناس وكانوا كيحضروا فيها بزاف ديال البنات المعجبين ديالو. تصوروا قاتل عنده معجبات، لحقاش هو كان زويون تقريبا بحال هكا، عنده معجبات. والمحاكمه ديالو كانوا كيحضروها اكثر من 250 مراسل في مختلف الدول. والمحاكمه ديالو خدات وقت طويل، ولكن في الاخير قدر يعترف، ولكن اعترف فقط ب 30 جريمه قتل، في حين ان البوليس والناس كيقولوا انه الجرائم ديال القتل ديالو فايتين ال100. نخليكم مع مقتطفات من التصريحات او الحوارات. You've been involved in how many homicides? We came up with 30. Would you just try to summarize what states they were in and what periods of time? California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, Colorado, and Florida between 1973 and 19. كما شفتوا السيد مختل عقليا ديال بصح. 24/1/1989 تنفذ في حكم الاعدام، وسند القصه ديالو وسند الحلقه ديالي، ونتمنى تكون عجباتكم، ونتلاقاو في شي حلقه جديده.